لو ما شفتش القسم اللي فات من حكاية جيانج هتلاقيني سايب لك الرابط بتاعه تحت في وصف الفيديو. ويا ريت بقى قبل ما نبدأ ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناة وكمان تذكر الله وتصلي على النبي. ويلا بينا نبدأ الحكاية. وقفنا آخر مرة لما كل الشياطين كانوا عايزين يدخلوا ويتعالجوا عند جيانج، ففرانك بقى بيقول لإلورا يلا دخلينا عند جيانج بسرعة. فإلورا بتقول له في حد بيطلب من حد حاجة وهو متعصب كده، ففرانك بيسألها وازاي المفروض اطلبها يعني. فإلورا بتقول له بطريقة أشيك من كده وما تعملش فيها تقيل تاني. وإيلورا بتعمل بوابة ناقلة والفار بيدخل فيها وبيروحوا العيادة. وفرانك بيسأل جيانج انت قافل العيادة ليه؟ فالجيانج بيقول له الحقني انا بعد ما عالجت الفار والخبر انتشر وكل الشياطين عايزين يتعالجوا ونص العدد ده كفيل انه يمتص طاقتي كلها. ففرانك بيقول له طيب ليه ما تخليش زيوس يخوفهم ويبعدهم من هنا؟ بس الجيانج بيعرفه انه ده هيدمر سمعة عائلته وسمعة العيادة. وفرانك بيقول له طب فكك دلوقتي من الهبل ده لان في كارثة هتحصل، وده لان عملت جلسة استبصار ولقيت ان في شيطان من فئة النباتات في غرب المدينة. والفار بيقول لهم انا عارف الشيطان ده كويس جدا. فالكل بيسأل الفار العبيط ده دخل هنا ازاي؟ فإيلورا بتعرفه ان المصالح بتتصالح عشان كده سبته يدخل. والفار بيعرفهم انه عايز مساعدتهم عشان صديقه مفقود. ففرانك بيقول له اكيد ده بسبب الشيطان ده لان النباتات الفترة دي بدأت في تطوير ذكائها، وبطلنا بيستخدم قوته عشان يبحث عن معلومات عن شياطين النباتات وبيكتشف انها المخلوقات ذكية لكنها ضعيفة. ففرانك بيعرفوا انهم لسه ما يعرفوش هو فين بالظبط، بس الفار بيقول لهم انا عارف فين الشيطان دلوقتي، وبيقول لهم ان ده ساكن في قصر تشانج اغنى راجل في مدينة ايديتا. ففرانك بيقول له لا بقى كفاية حوارات، يلا ازاي بتقول مفقود وازاي انت دلوقتي بقى عارف مكانه؟ فالفار بيعرفوا ان عنده طرق كتير بيجمع منها المعلومات لكن اغلبها طرق مش لطيفة، بس لو ساعدتوني هساعدكم في اي حاجة تطلبوها وكمان هبطل استخدم الطرق الواقحة دي. فإيلورا بتعرفهم ان ده حوار صعب جدا انهم يدخلوا للقصر ده، بس ريتا بتقول لها ليه يعني انت بتتفرجيش على مسلسلات ولا ايه؟ ما تتنكروا كانكم مراقبين او مشرفين جوده. فبطلنا بيقول لها تصدقي فكره، احنا ممكن نتنكر وندخل القصر ده بكل سهوله. وبعدها بطلنا بيتنكر في شخصيه دكتور ملكي وفرانك عراف وايلورا مساعده الدكتور. فاول لما الامن بيشوفهم بيفكرهم فعلا من الحرس الملكي، وعلى طول الحرس بيدخلوهم وبياخدوهم لتشانج. ففرانك بيقرب منه وبيقول له يا سيد تشانج قبل اي حاجه هو انت سمعت شويه شائعات كده ومشيت وراها الفتره اللي فاتت، ويا ريت بقى ترد عليا بصراحه عشان نعرف نعالجك، لاننا شاكين ان ده ممكن يكون سحر اسود سفلي وعشان كده الكل بيقول انك استخدمت السحر الاسود وجمعت ثروتك دي كلها. فتشانج بيتخض كده وبيقول له انت عبيط ياض ولا ايه؟ ده انا راجل تقي وسمعتي دايما سابقاني. بس فرانك بيعرفه ان القصر ده كان مكان جميل جدا والكل عارف انه مكان كانوا بيكسبوا منه الطاقه الحيويه، لكنه دلوقتي اتحول لمكان منبوذ بيسحب الطاقه الروحيه من الناس. وعلى ما اعتقد كده يا سيد تشانج انك ضحكت عليا، لان برضيه الشر دي بتستخدم لجمع اكبر كميه من الطاقه الروحيه مش جمع الثروه. فتشانج بقى بيكون مقلق لانه اتكشف خلاص، بس تشانج بيحاول يقلب الترابيزه عليهم وبيسال الامن مين اللي جاب الشخص ده باين عليه دجال مش عراف. ففرانك بيقول له امال تقدر تفسر لي مرضك النادر ده سببه ايه؟ والحقيقه بقى ان دي مش تعويذه سحريه او لعنه، ده اقل رد عن اللي انت كنت بتعمله بسحرك الشرير اللي فات. فتشانج بقى بيجيب اخره وبينده على الحراس عشان يخرجوهم بره، والحراس بيجوا بالعشرات من كل مكان وتشانج بيطلب منهم يرموا الدجالين دول بره القصر. وبعدها فرانك بيخرج وهو متعصب وبيقول الندل ده عنيد جدا ولحد دلوقتي مش عايز يعترف بجرايمه ويكفر عنها. وريتا بتعرفهم انه فعلا دجال وساحر شرير، وده لان رائحته انتن من السمك المعفن وكويس انهم ما اغمش عليهم جوه. وللاسف ما قدرتش احدد من الريحه المعفنه دي مكان الشيطان، بس بطلنا بيقول لها في الطابق من اللي تحت الارض عشان هو اكيد خفيها عن الكل واكيد هي لسه حيه وما استخدمهاش في سحره. فريتا بتساله طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ فايلورا بتقول لها بس كده سهله، وبتعرفوا انهم طالما مش هيدخلوا من البوابه الرئيسيه فما فيش بقى اي مشكله انهم يعملوا بوابتهم الخاصه. وبعدها بيستنوا لما الليل يليل ويراقبوا القصر ده كويس جدا، واول لما بيلاقوا اللحظه المناسبه ايلورا بتعمل البوابه وبيدخلوا كلهم. والصدمه بقى ان تحت القصر في مكان سري مخصوص لممارسه السحر الاسود، بس الصدمه ان بيكون في اكتر من شخص بيمتص دمهم عشان يعمل التعويذه. والمعلم تشانج اللي عامل فيها ميت ده بيكون تحت الارض وبيكون بيشرف بنفسه على التعويذه دي. وتشانج بيقول اخيرا بقيت على بعد خطوات من تاسيس الامبراطوريه بتاعتي التجاريه، لكن لازم الاول اخلص على كل المنافسين. بس فجاه تشانج بيلاقي نفسه حاسس بتعب كبير، والنبته الشيطانيه دي بتاخد دمه هو كمان عشان تكمل التعويذه. والنبته دي ما بتكتفيش بكده وبتهجم على ابطالنا، لكن ابطالنا بقى بيبداوا يتحركوا بسرعه وفرانك بيستخدم قوته وبيبدا يقيد النبته دي، وزيوس بيهاجمها هو كمان وبيحاول يقطع منها اكبر عدد يقدر عليه. بس المعلمه ايلورا بتعمل اقوى حاجه عندها وبتستخدم قوتها وبتعمل تشكيل حمايه، واي حد بيدخل جوه التشكيل ده
ده النبتة دي ما بتقدرش تقرب منه. لكن اللورا ما بتكتفيش بكده وبتحاول توسع التشكيل ده وتخلص على النبتة. فبطلنا بيلاحظ ده وبيتحرك بسرعة على النبتة، بس النبتة بقى بتحاول تقاوم بكل قوتها. فزيوس بيتدخل بسرعة وبيساعد بطلنا انه يوصل للنبتة دي، وبطلنا بيطلع سيفه وبيدمر اي حاجة تعطله عن هدفه اللي عايزه، لحد بقى ما بيقدر يوصل اخيرا للنبتة وبيخلص عليها. بس قبل ما النبتة هتموت بطلنا بيحميها بقوته عشان ياخد الجوهر بتاعها، والكل في اللحظة دي بيبدأ ياخد انفاسه من التعب. وبطلنا بيروح ياخد الجوهر ده واللي على طول بيندمج معاه وبيتشكل على شكل سوار. وريتا بتدخل عليه وبتقول له خد الفار ده اهو، يا ريت ما اشوفش وشه تاني عشان مزعج جدا. فالفار بيشكر بطلنا على انه ساعده وانقذ صديقه، وبطلنا بيعرفه انه وفى بوعده ودلوقتي يجي الدور عليه. وبطلنا بيساله هو ازاي بقى عرف مكان الجوهر الشيطاني. فالفار بيعرفه انه لما كان في الزقاق سمع الناس بتتكلم عن سيده عجوز اسمها ايه، والسيده العجوز دي بتتعامل مع الارواح والشياطين. وبطلنا بيقول لنفسه انه كان حاسس ان السيده دي وراها قصه طويله. وبعدها بطلنا بيروح للمكان اللي الفار وصفه له، وهناك بيلاقي متجر السيده ايه، وبيدخل وبيلاقي قطه قاعده على المكتب. فالقطه دي بتقول له كنت عارفه انك هتدور عليا وهتجيلي تاني. والقطه دي بتتحول لشخصيتها الطبيعيه وبتكون هي السيده ايه. فبطلنا بقى بيسالها مين السبب في اختفاء الوحوش والشياطين، ومين المسؤول عن المعاملات الغير قانونيه دي في مدينه اديتا. فهي بتقول له كل ده ولسه مش عارف، اكيد جمعيه ليكسون. وقبل اي حاجه الموضوع ده يخصك انت كمان. وبطلنا بيتصدم وبيسالها يخصني ازاي. فهي بتقول له اقعد، دي قصه طويله تخص تاريخ عائلتك عشان انت ما تعرفش دوافع جمعيه ليكسون، وكمان ما تعرفش جدك عمل ايه زمان. وبطلنا بيقول لها انه مستعد يعرف كل حاجه. فهي بتعرفه ان عائله جيانج كلها اتولدوا بقوه روحيه جباره، والقوه دي قادره على تطهير ومعالجه اي حاجه. لكن مش دي الحقيقه بقى، لان كبير عائله جيانج خاتم كبير عائله شياو، واللي رد السحر ده كبير عائله شياو دمج بين العائلتين. يعني لو انت مت شياو هيموت هو كمان. وفي اللحظه دي جدك كان عقيم فيها وما انجبش اطفال. فعائله شياو وقتها بقى فرحوا انهم خلاص اتخلصوا من اللعنه دي. لكن جدك اتبنى والدك ومنح القوه الموروثه للاجيال، وعشان كده بقى عائله شياو خلصوا عليه وكانوا بيحاولوا يقتلوه كذا مره. لكن دلوقتي الموضوع اختلف عشان عائله شياو اكتشفوا ان التعويذه اللي تقدر تفك بيها اللعنه. وعشان كده بقى جمعيه ليكسون بتقتل اكبر عدد من الشياطين، لانهم بقى عايزين يجمعوا اكبر عدد من القوه السلبيه. ووقتها هتتفك اللعنه والشياو هيقلق بشان موتك. بس جدك كان عامل حساب لكل ده واستخدم تقنيه محظوره ونقل قوته كلها ليك وانت لسه جنين عشان يضمن انك تقدر تحافظ على نسل عائله جيانج. ووالدتك لما عرفت ده قررت انها تقاطع جدك، لانها ما كانتش عايزاك تشوفه وتعيش نفس المصير والخوف اللي جدك كان فيه. لكن ده ما قدرش يعمل اي حاجه، والاحوال زي ما انت شايف دلوقتي. فبطلنا بيسال طب ايه اللي حصل وازاي والدتي ماتت ومين اللي قتلها. فهي بتطلع صندوق وبيبقى فيه نفس العمله النحاسيه اللي لقاها في الحلم. فهي بتقول له اكيد انت كده عرفت كل حاجه، وبتطلب منه يديها العمله النحاسيه اللي معاه عشان يعرف اللي حصل. بس زيوس بيتحرك في اللحظه دي وبيقول له اياك تعمل كده، دي بتحاول تضحك عليك. فهي بتتعصب وبتعرفه انه طالما مش هيديها العمله دي يبقى ما قدامهاش حل تاني غير ده، وطالما هو رافض يديها لها بالذوق فهي تاخدها منه بالقوه. والسيده دي شكلها بيتغير وبيكون مخيف وقوتها الشريره بتنتشر في كل مكان. بس بطلنا بيحرر قوته واللي بتمنع اي حاجه انها تاذيه. وزيوس بيتهور وبيروح يهجم عليه بشكل مباشر، لكن هي بتستخدم قوتها وبتقدر انها تهزمه بكل سهوله، وكمان بتحتجزه وبتسيطر عليه. وهي بتقول لجانج خلصت من الكائن الاسطوري ده ودلوقتي جه الدور عليك. فبطلنا بيستخدم سيفه وبيقدر انه يتصدى لضرباتها، وبسبب قوه سيف التطهير هي بتتاذي جامد. وهي بتقوم وبتكون متعصبه جدا وبتستخدم سلاحها السري. وفي اللحظه دي زيوس بيقدر يكسر الحيط وبيرجع تاني، لكن بطلنا ما بيكونش محتاج مساعده لانه بيكون عارف ان هي مش سهله خالص. فبطلنا بقى بيستخدم 100% من قوه التطهير، وحرفيا بيدمر المكان وبيكتسح قوه يي المظلمه. بس الصدمه ان يي لما بتفشل في مهمتها فجمعيه ليكسون بتعمل بوابه وبتقتل يي بسرعه، وبطلنا بيجري عليها وبيحاول ينقذها. فهي بقى بتعتذر على اللي عملته معاه لكنها عملت كده عشان عايزه تعيش. لكن دلوقتي خلاص الموت مفيش مفر منه، وبطلنا بيعرفها انه يقدر يعالجها. بس هي بتعرفه ان مفيش امل غير بالتضحيه بالقطعه النحاسيه. وهي بتقول له ان دي اخر حاجه سابتها له والدته، وهو ده الرابط الوحيد بينك وبينها، وعشان كده بقى انا بضيع الوقت عشان ما تقدرش تنقذني. وهي بتموت وبتهرب منها القوه الشريره. وبعدها بنشوف جيانج بيروح بيدور على فرانك، بس مهما يخبط عليه مش بيفتح. فجيانج بيتصل بيه والتليفون بيرن جوه لكن محدش بيرد. وجيانج بيقول له ماشي يا عم مش عايز تفتح ده انا هموتك لما اشوفك. بس بطلنا بيستسلم وبيروح يدخله من الشباك الخلفي، لكنه بيتصدم ان المكان مليان بالزهور. فبطلنا مش بيدي اهتمام وبيفتح الشباك وبيلاقي زهور كتير اترمت عليه. فبطلنا بيقول له ايه كل الورود دي؟ يلا انت بتحبه ولا ايه؟ ده انت كحيان ما حلتكش لا شقه ولا فلوس، هتفتح بيت ازاي؟
ازاي. بس بطلنا بيتفاجئ ان فرانك نايم وسط كل الزهور دي، والصدمه بقى ان دي زهور ملعونه وبتحاول انها تسيطر على فرانك. فبطلنا بيحاول يساعده لكن الزهور دي بتكون اتملكت منه، وبطلنا بيستخدم قوه اكبر عشان يطهر اللعنه دي، وبيقدر انه يفك اللعنه دي ويتخلص من كل الزهور دي. ففرانك بيبدا يستعيد وعيه ويفوق وبيسال بطلنا انت بتعمل ايه هنا بالظبط. وبطلنا بيقول له مش مهم انا محتاجك ضروري، وبيعرفه انه قابل السيده يي واتقتلت على ايد جمعيه ليكسون، لكنها قبل ما تموت قالت لي على كام حاجه مش عارفها وعايز اسالك هي ايه بالظبط. بس فرانك بيقول له ايه ده في هاله شريره قريبه جدا. فبطلنا بيقول له ما تقلقش ده كان انت، اصل انا دخلت لقيتك ملفوف زي الشاورما بالزهور الملعونه. ففرانك بيقول له زهور ايه ياض انت، انا راهب محترم مش بتاع زهور. فبطلنا بيوري له اثار الزهور دي عشان يعرفه ان هو صادق، وبيقول له شوف بقى كنت ماشي مع مين يا قذر ولعنتك. ففرانك مش بيصدق ان ده بجد وانه فعلا اتلعن، وبيروح الحديقه يشوف ايه السبب. فبيلاقوا جنيه صغيره على الزهور، ولسه فرانك بيقول له هي دي السبب، لكن جيانج بيكتم بقوه وبيعرفه انه لازم يفضل ساكت. بس فرانك بيقول له لا انا لازم اسال هو ايه اللي حصل بالظبط. فبيلاقي زيوس بيضربه وريتا بتقول له اخرس هنلاقيها بدك ولا من جمعيه ليكسون، دي الجمعيه طلعت بنت حلال وبتحل لك مشاكلك العاطفيه. وفرانك بيسالها ايه الهبل اللي بتقوله ده، وبطلنا بيقول لها صح انت بتعرف المشاعر من الريحه، فخدي بقى شم الزهره دي وقولي لي عرفت ايه بالظبط. وريتا بتشم الزهر ده كويس جدا، وبتعرف بطلنا ان جنيات الزهر مش بتاذي اي حد الا لو كان اذاها، فطالما هجمتك يبقى اكيد في مشاعر سلبيه خرجت منك ليها، وعشان نفك اللعنه دي لازم تشوف مين اللي انت سببت له المشاعر دي. بس فرانك بيعرفه ان ده هبل اكيد حد امرها تهاجمني. وبطلنا بيقول له طب وليه ما تكونش فعلا بنت بتحبك وعايزه ترتبط بيك، ما انت راجل وسيم وكمان راهب وبتفهم في البرمجه. بس زيوس بيقول له يا عم وسيم ايه ده، انا بخاف من شكله المرعب، ما تضحكش على الواد حرام عليك مش عشان لابس نضاره تغفله. ففرانك بيقول له اخرس انت محدش طلب رايك. ففرانك بيعرفه انه فعلا مش فاضي ولا فكر في حد، لانه طول النهار بيدرس البرمجه وبالليل بيتدرب في المعبد. بس ريتا بتقول له كداب لان في بنت بتحبك بس انت بتعاملها وحش. فاكر لما المعبد بتاعكم عمل احتفال وفي بنت اديتك ميه واكل وانت بكل سذاجه اديتهم للعجوز اللي جنبك، ده غير بقى انك كمان دايما بتروح نفس المقهى وبتقعد في نفس المكان، بس مفيش مره لاحظت ان البنت دي بتفضل قاعده قدامك، لكن انت بقى غبي ومش مديها اي اهتمام. هي ليه البنت دي هتروح مقهى لوحدها وليه عايزه تشيش مثلا؟ فزيوس بيسالها هي مين الحوله اللي هتبص له. ففرانك بيقول له يا عم اقعد ساكت وانت تعرف ايه اساسا. فزيوس بيقول له يا عم اقعد وانت تعرف حاجه اصلا، ده انا عايش بقالي اكتر من 10,000 سنه وعمري ما شفت حد غبي زيك كده. فزيوس بيضحك عليه وبيقول له سامحني يا صاحبي بس دي بقى الحاجه الوحيده اللي ما اقدرش اعالجها. فريتا بتقول له ولا يهمك انا اعرف اعالجها كويس بس اسمع كلامي. وبعدها فرانك بيروح يقابلها وبيكتشف انها مدرسه باليه، وفرانك بيفضل يتفرج عليها لحد ما بتخلص وبيروح عشان يتكلم معاها. ومن هنا بقى بتبدا قصه حبهم، وطبعا بطلنا وريتا وزيوس وراهم. فالبنت بقى بتكون نفسها في ايس كريم، بس فرانك بيقول لها لا ايس كريم مضر بالصحه وبيجيب لها قهوه. وريتا بتعرفه انهم لازم يدخلوا بسرعه قبل ما فرانك يعك الدنيا. فبطلنا بيتسحب وبيروح وبيطلب من الراجل يحضر لهم اكبر حجم ايس كريم، والشخص ده بيجيب لهم ايس كريم عملاق وبيعرفهم انه اسف انه ما خدش باله انهم عملاء رقم 100، وعشان كده بقى كاعتذار ليه هياخدوا الايس كريم ده ببلاش من غير فلوس. والبنت بتاخد الايس كريم وبتكون مبسوطه جدا، وبعد ما بيخلصوا اكل ايس كريم بيروحوا يقعدوا على البحر. فالبنت بتقول له فاكر ايام الجامعه انا كنت دايما بشتري زجاجه ميه وبروح اتفرج عليك وانت بتلعب كره السله، وكنت دايما بديك زجاجه الميه لكن عمرك ما فكرت تشكرني. ففرانك بيتاسف لها وبيعرفها انه ما كانش يقصد. فالبنت بتقول له ولا يهمك بس انت اتغيرت كتير عن الاول، وكمان ما بقتش شبه الشخص اللي كنت معجبه بيه زمان في السر. ففرانك بيقوم وبيقول لها اسف لو ازعجتك انا فاهم مشاعرك، بس البنت بتحاول توضح له انها ما تقصدش اللي في خياله، وبتعرفه انها الغلطانه عشان عمرها ما اعترفت له بحبها. وبطلنا لما بيلاقي الدنيا بتتعك كده بيقرر يتدخل، وبيروح يقول لفرانك ايه الصدفه دي انت كمان هنا، لكن فرانك العبيط بيقول له صدفه ايه انت مش قلت مش هتتدخل. وبطلنا بيلطف الدنيا كده وبعدين بيسال البنت لو بتروح الحديقه. فالبنت بتعرفه انها كانت بتروح تروي الزهور عشان تشوف فرانك. فبطلنا بيقول لها خلاص بما انك اتعرفت عليه فيا ريت بقى تروح الحديقه دي وتودع الزهور. والبنت دي بتسمع الكلام وبتروح تودع الزهور، لكن فرانك بقى بيكون قلقان عليها لانه حاسس بطاقه شريره قويه في المكان. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى فرانك هيروح وراها عشان يحميها ولا هيكبر دماغه منها ويسيب الروح الشريره تلبس فيها؟ كل ده بقى واكتر يا صديقي هنشوفه في القسم الجاي ان شاء الله. فيا ريت بقى ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه عشان تشوف كل حاجه جديده هتنزل باذن الله، وكمان ما تنساش انك تذكر الله وتصلي على النبي. واشوفكم بقى الفيديو الجاي، سلام.